الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا أستوصفكم في التشفية السوف من ضمان الصلاة سأوصفكم معدد المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai akhlak-akhlak yang terpuji. An Abdillahi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya seberat debu. Hadis riwayat Muslim. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin orang lain berdiri untuk menghormatinya, hendaklah ia menyiapkan tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin orang lain berdiri untuk menghormatinya, hendaklah ia menyiapkan tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. An Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamu min karahiyatihi lidzalik. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ketika mereka melihat beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau karena mereka tahu bahwa beliau tidak suka dengan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mencintai Nabi daripada sahabat. Namun demikian, ketika mereka melihat beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau karena mereka tahu bahwasanya beliau tidak suka dengan perbuatan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yusabu bi syai'in fi jasadihi fayatasaddaqu bihi illa rafa'ahu Allahu bihi darajatan wa hatta anhu bihi khati'atan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang disakiti oleh orang lain pada anggota tubuhnya lalu ia menyedekahkannya, maksudnya merelakannya, maka dengan sebab itu Allah akan mengangkat derajatnya satu derajat, dan dengan sebab itu pula Allah akan menghapuskan darinya satu dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang disakiti oleh orang lain pada anggota tubuhnya lalu ia menyedekahkannya atau merelakannya, maka dengan sebab itu Allah akan mengangkat derajatnya satu derajat, dan dengan itu pula ia akan menghapuskan darinya satu dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan lalu menyedekahkannya yakni memaafkannya demi mengharap ridha Allah. An Jaudan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'tadara ila akhihi bima'dziratin falam yaqbalha kana alaihi mislu khati'atin sahibi maksin. Dari Jaudan radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa meminta maaf kepada saudaranya namun ia tidak memaafkannya, maka saudaranya itu mendapatkan dosa seperti dosa pemungut pajak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Jaudan radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa meminta maaf kepada saudaranya namun saudaranya tidak memaafkannya, maka saudaranya itu mendapatkan dosa seperti dosa pemungut pajak. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa bin Imran alaihi salam, ya Rabbi man a'azzu ibadika indak qala man idza qadara ghafara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Musa bin Imran, maksudnya Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling kuat di sisimu? Allah berfirman, orang yang mau memaafkan dikala ia mampu membalas. Hadis riwayat Baihaqi. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Musa bin Imran, maksudnya Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling kuat di sisimu? Allah berfirman, orang yang mau memaafkan dikala ia mampu membalas. Hadis riwayat Baihaqi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kam a'fu 'anil khadim fasomata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah kam a'fu 'anil khadim faqala kullu yawmin 70 marrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah saya harus memaafkan pelayan saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian ia berkata lagi, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah saya harus memaafkan pelayan? Beliau bersabda, 70 kali setiap hari. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah saya harus memaafkan pelayan? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah saya harus memaafkan pelayan? Beliau bersabda, 70 kali sehari. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah kita telah kedengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari sifat-sifat yang mulia. InsyaAllah apa yang kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين السلام ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا انفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من ازواجنا ذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.